السلام عليكم. هنعمل مع بعض النهارده مربى المشمش، من احلى والذ واطعم انواع المربات كده اللي تقدري تعمليها، ناجحه ان شاء الله من اول تجربه. بما ان بقى المشمش متوفر حاليا في السوق، استغلي بقى الموسم بتاعه واعملي احلى والذ واطعم مربى. هنعملها كده بطريقه المصانع، بس مش هنضيف اي مواد صناعيه ولا اي مواد حافظه، مش هنضيف جيلاتين، الوان صناعيه، وهتطلع تحفه وقمر وجميله فعلا. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. قبل ما نبدا الفيديو كده اتمنى تضغطوا لايك، ولو اول مره تشرفوني في القناه اشتركوا معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ويلا كده نسمي الله ونشوف هنعمل مربى المشمش القمر ديت ازاي. اول حاجه بقى، وانتي بتشتري المشمش هتنقي كده نوع مشمش يكون كويس، يعني نتاكد ان مفيهوش اي حشرات. هتغسليه بقى كويس جدا وهتصفيه من الميه، ويبقى في المشمش كده علامه في الجنب او خط في الجنب. هتمشي كده بالسكينه فيها وهتفصصيه، يعني هتشيلي النوى اللي جواه. تمام. الموضوع سهل جدا وبسيط وما بنضيفلوش اي مواد او اي حاجه تانية. وهفصص بقى كل كمية المشمش وهرجع لكم تاني علشان ما اطولش عليكم مدة الفيديو. وبعد ما فصصت كل كمية المشمش او شلت النوى منه، هقولك بقى يا ست الكل، لكل كيلو من المشمش صافي بدون البذر او النوى هنستخدم له 600 جرام من السكر. تمام. بما يعادل كده 3 كوبايات من كوباية الشاي او مج الشاي العادي. يبقى كل كيلو صافي هنستخدم له 600 جرام من السكر. هنغطيه بقى كده وهنسيبه ساعتين 3 لحد ما ينزل كده كل السوائل اللي جواه او كل الميه اللي جواه. وحبايه المشمش كده تحسي ان هي دبلت كده، بتبقى مصحصحه، تحسيها ان هي دبلت ونزلت السوائل اللي جواها. تمام. هتنزلي بقى فيها كده في حله بكل الميه بتاعتها بكل السوائل بتاعتها، لو في سكر ما دبش هتنزليه كمان. وطبعا احنا عارفين ان المشمش بيكون مزز شويه، فعشان كده بنكتر نسبه السكر شويه، غير انواع مربى تانية بنضيف بس 400 جرام من السكر. وضفت له معلقه كبيره من عصير الليمون، وهرفعه على النار بقى وهقولك ازاي تسويه مظبوط او التسويه المظبوطه لمربى المشمش. اهم حاجه بقى تحطيه في حله كده واسعه، لان هو كده بيفور، فتحطيه في حله واسعه وعلى اعلى درجه حراره بقى اول 5 دقايق. هيبدا بقى كده في الفوران وهيبدا يغلي وبينزل كل الميه اللي جواه. في الوقت ده مش هنتخلص من الريم او مش هنتخلص من الرغاوي اللي على الوش دي، مش هنتخلص منها، لان دي بتكون خلاصة المشمش. اول ما بيقصر بقى كده، يعني بتسيبيه 5 دقايق على النار العالية، وبعدين بتهدي النار المتوسطة، ما تهديش النار قوي علشان لونه مغمقش معاكي او يتقل بزيادة معاكي. اول ما بتحسي ان هو بقى لونه شفاف كده وقصر، يعني الكمية قلت، هتلاقي كده الريم اللي على الوش او الرغاوي اللي على الوش حجمها ما بقاش كتير يعني زي الاول. هتتخلصي منها بقى كلها. اهم حاجه، ودي الخطوه دي مهمه جدا، لازم نتخلص كده من اي شوائب بتطلع على وش المربى. تمام. علشان تاخدي بقى مربى صافيه وتقعد معاكي اطول فتره ممكنه. وتختبريها بقى، بتاخد حوالي تلت ساعه كده لنص ساعه على النار. وتختبريها بقى، تعملي كده هتمشي كده بصباعك على المعلقه اللي انت بتقلبي فيها، لو الخطين ما رجعوش لبعض تعرفي ان المربى بتاعتك استوت وتمام. بالهراسه بقى، لو انت عايزاها ناعمه او عايزاها بيوريه، هتخلطيها كده في الخلاط وهترجعي تنزليها على النار تغلي غلوتين كمان علشان ما تفسدش معاكي. انا هنا عملتها كده بهرسة البطاطس، لان انا مش عايزاها ناعمه قوي، انا بحبها كده وسط، لا هي ناعمه ولا هي خشنه. وبسيبها تغلي غلوه كمان كده على النار عشان نتاكد من جودتها. ما شاء الله المربى استوت كده وتمام وتحفه. وعشان تحفظيها بقى يا ست الكل، هقولك على خطوه مهمه جدا. البرطمانات بتاعتك تكون متعقمه كويس جدا، يعني هتحطيها كده في ميه مغليه لمده 5 دقايق وبعدين هتصفيها، يعني هتنشفيها كويس جدا من اي سوائل جواها. ما ينفعش تحطيها والبرطمانات فيها اي نقطه ميه، ده بيأثر من عمر المربى، بيخليها تفسد بسهوله. وهنعبيها بقى في البرطمانات، وانتي بتاخدي منها بقى تاخدي بمعلقه ناشفه. واستنوني فيديوهات تانية كتيره، والسلام عليكم.